السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم يا جميلاتي في قناتكم كوني انتي. النهاردة هنتكلم ازاي ترجعي تظبطي حياتك وتبدأي من نفسك قبل أي حاجة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة عشان أكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ. في لحظات معينة كل واحدة فينا بتقف قدام مرايتها بصوت واطي كده وتقول: أنا عايزة أغير كل حاجة، مش عايزة أكمل كده. الجميل بقى إن اللحظة دي مش لحظة ضعف، اللحظة دي إعلان بداية جديدة، إعلان إنك خلاص وعيتي، وعمرك ما بتتأخري لما تقرري تقومي. انتي بتقومي في الوقت المناسب. تعالي نمشي سوا خطوة خطوة لحد ما نرجع حياتك مظبوطة ومتزنة ومنظمة ومفهومة، مش فوضى ولا دوشة ولا هروب. أول خطوة معانا تصالح كامل مع ماضيكي، مش قبول بس. الماضي عمره ما كان عار ولا شبح ولا حاجة تستخبي منها. الماضي ده كتاب انت بتقريه، بتتعلمي منه، وبعدين ترجعيه مكانه، مش عشان تعيشي فيه ولا تنامي على صفحاته. غلطتي؟ غلطتي كانت جزء من الطريق. خيبة أملي كانت مرحلة. لما تهربي من اللي فات بتفضلي أسيرته، ولما تتصالحي معاه بتبقي صاحبته، صاحبة قصتك. قولي لنفسك: أنا بنت اليوم مش بنت امبارح. تاني حاجة، طوري مهاراتك، لأن الست اللي بتتعلم عمرها ما بتنتهي. المهارات مش رفاهية، المهارات سلاح. اتعلمي حاجة تدعمك، حاجة تزود قيمتك، حاجة تخليكي واقفة قدام نفسك بفخر. مهارة جديدة بتساوي ثقة جديدة، مهارة جديدة بتساوي باب جديد، مهارة جديدة بتساوي نسخة أقوى منك. والأجمل، كل مرة تتعلمي حاجة بتحسي إنك رجعت لنفسك اللي اتنست وسط الزحمة. تالت حاجة، حددي أهداف وطموحات، عشان اللي ملهوش اتجاه هو اللي بيغرق. لو حياتك ماشية بدون أهداف تبقي عاملة زي مركب في نص البحر ماشية بأي موج. حددي أهداف صغيرة متوسطة كبيرة، اكتبيهم، رتبيهم، اعرفي انت ماشية على فين. أهم حاجة تبقي ماشية حتى لو ببطء. البطء مش مشكلة، الوقوف هو اللي كارثة. رابع حاجة، ادي قيمة لوقتك واعملي حدود لنفسك قبل الناس. وقتك أغلى من الذهب، أغلى من الفلوس، أغلى من أي حاجة. ابعدي عن العلاقات اللي بتسحبك لورا، ابعدي عن العادات اللي بتاكل طاقتك، ابعدي عن اللي بيضيع عمرك. اعملي إدارة وقت بسيطة، تشوفي يومك هيروح في ايه المهم، ايه اللي ملهوش لازمة، وايه اللي لو اتشال حياتك هتتهوى وتنضف. وقتك بيساوي احترامك لنفسك. دوري على الحافز اللي بيحركك حتى لو مستخبي. في جواكي شرارة بس ساعات بتطفي، مش لأنها اختفت لكن لأن الدنيا دوشتك. اسألي نفسك: ايه الحاجة اللي أما أعملها بحس إني أنا؟ ايه الحاجة اللي بتحسسني إني حية؟ ايه الحاجة اللي بتخليني أكمل حتى وأنا تعبانة؟ الحافز مش رفاهية، الحافز طاقة، والطاقة دي بتشيلك في أصعب أيامك. سادس حاجة، اعملي قواعد جديدة لنفسك ولحياتك ولقراراتك. مش كل الناس تستحق تدخل حياتك، مش كل المكالمات لازم تترد، مش كل الفرص بتتاخد. خلي عندك خط أحمر، خط محدش يتعداه، لأنك لما ما يكونش عندك حدود الدنيا نفسها بتدوسك. أولوياتك الجديدة سلامك، راحتك، صحتك، وقتك، ومستقبلك. سابع حاجة، محيطك مهم، مهم جدا. الناس اللي حواليكي لا إما سم لا إما شفاء، لا إما يرفعوا يا إما يهدوا. اختاري اللي يحترمك، اللي يسمعوا، اللي يشجعوا، اللي ما يقللوش، اللي ما يعذبوكيش بكلمة، لأن البيئة هي اللي إما تطلعك أو توقعك. تامن حاجة، اتعودي على المشاكل واعملي منها خطوات. المشكلة مش علامة إن حياتك بايظة، المشكلة دليل إنك ماشية، لأن اللي واقف ما بيتعبش
العقبات مش نهاية، العقبات اختبار، اختبار لقوتك، لصبرك، لمرونتك. كل مرة تتغلبي على حاجة بتتعلمي، وكل مرة تتعلمي بتكبري، وكل ما تكبري بتقربي من النسخة اللي بتحلمي تكونيها. تاسع حاجة، تقبلي إنك مش مثالية وتصالحي مع فكرة الكفاية. المثالية مرض ومفيش إنسان كامل. سامحي نفسك على اللي مشيتي فيه غلط، سامحي نفسك على اللي معرفتيش تعمليه، سامحي نفسك على اللي اتأخر واللي وقع واللي خسرتيه. انت كفاية، كفاية بعيوبك وبجمالك وبنقصك. الكمال مش هدف، الهدف إنك تكوني حقيقية. عاشر حاجة معانا، مرة على مرة اعملي دوتكس لكل الناس اللي مسممة حياتك. اعملي دوتكس لعقلك، لجسمك، لأفكارك، للبشر، للموبايل، للماضي، للضغط، للمقارنات. اقطعي كل اللي بيستنزفك وقربي من اللي بيبنيكي. الدوتكس مش رفاهية، ده إعادة شحن، إعادة تنظيم، إعادة ترتيب. وفي النهاية إعادة ضبط حياتك مش مجرد شوية خطوات، ده قرار. قرار إنك توقفي، تبصي لنفسك وتختاري تبنيها من جديد. قرار إنك ما تهربيش، ما تتجاهليش، ما تقهريش نفسك. قرار إنك تختاري تعيشي. واعرفي، اليوم اللي بتقومي فيه هو اليوم اللي الدنيا كلها بتتغير فيه. مش لأن الدنيا اتغيرت، لأ، لأنك انت اللي اتغيرتي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات، ونعمل لايك واشتراك في القناة، وقولوا لي رأيكم في الفيديو. مع السلامة في فيديو جديد.